السلام عليكم. طبعا احمد صديقي وعايز يعمل القهوه بتاعته بنفسه. هنشوف مع بعض نفس الخطوات بتاعه عمايل القهوه التركي على الستيم مكنه البخار. يلا بينا نشوف مع بعض الخطوات. هو اول مره يعمل قهوه على فكره على الستيم. يلا بينا اول خطوه. يلا يا احمد حط القهوه. انت هتعمل القهوه ساده ولا هتحط سكر؟ لا ساده ان شاء الله. ساده، يبقى سكتو ساده. حط معلقتين بن، عادي معلقتين مهرمين عادي. تمام. حط الميه بتاعتك. استنى تعالى حط الميه. بس كفايه ميه كفايه ميه بس. يلا ادخل على الستيم. طبعا احنا كده لايف خطوه بخطوه مع بعض. تمام. افتح خالص، افتح على الاخر ما تخافش بس خلاص. يلا ادخل بالقهوه. هو مكتر الميه شويه على فكره بس مش مشكله. يلا لا غطس شويه الستيم. ايوه افتح على الاخر، افتح على الاخر. انزل تحت بالكنكه شويه، انزل تحت بالكنكه شويه. ايوه اقفل سنه، ما تقفلش خالص. خليه على الهادي، خليه على الهادي. دور غطس ودور. دور الكنكه. دور الكنكه. ايوه كده. خليك على الهادي قوي. ايوه زي ما انت، ما تخافش زي ما انت. غطس ودور كمان شويه. لا غطس شويه. ايوه تمام. الله ينور. تمام يا باشا. تعالى خد البابلز بقى. هتخبط الكنكه كده بس عشان تاخد البابلز. البابلز اللي هو الفقاعات اللي هي على وش القهوه دي، بنخبطها كده علشان تروح. يلا صب. صب مره واحده ولا على لا لا صب مره واحده عادي على جنب الكوبايه. ايوه الله ينور. على جنب الكوبايه بس ماشي مش مشكله. ده يا جماعه اول مره يعمل قهوه وطلع القهوه زي ما انتم شايفين كده، بس هو عشان بيحب القهوه شويه فطلعها كويس يعني. وده فنجان القهوه اللي عمله الاستاذ احمد الهندسه. تمام. عمل فنجان قهوه لنفسه. والله يا جماعه اول مره يعمل قهوه. شكرا لكم، واعملوا اشتراك لينا ومتابعه، وان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. السلام عليكم. عايزكم تجربوا القهوه زي ما احمد جربها. اللي ما عندوش مكنه بخار ممكن يعملها عادي على النار او على الرماله او على سخان الكهرباء. ايا كان جرب قهوتك بنفسك وان شاء الله هتطلعها كويس. القهوه مزاج، وربنا يديكم الصحه ويديم عليكم الصحه والعافيه. السلام عليكم.